هولندا للهولنديين، هذا هو الشعار الذي يرفعه جيرت فيلدرس وهو يشرع في حملته الانتخابية للاقتراع التشريعي. فيلدرس يقول إنه يريد تخليص البلاد مما يصفه بعبء المواطنين المغاربة. الحثالة المغربية في هولندا بطبيعة الحال ليسوا كلهم حثالة، لكنهم كثيرون يهددون الأمن في شوارعنا، لا أحد يأخذ التهديد على محمل الجد. بسبب تصريحات مشابهة عن المغاربة تم الحكم على فيلدرس بتهمة التحريض على التمييز العرقي، تصريحات تصب في اتجاه برنامجه الانتخابي الذي يوصف بأنه معاد للإسلام، إذ يدعو فيلدرس إلى حظر القرآن وإغلاق المساجد في هولندا، كما يطالب بخروج هولندا من الاتحاد الأوروبي. أعتقد أن لدى جيرت فيلدرس الجرأة على التعبير عما يفكر فيه الهولنديون، وهذا أمر جيد، لكنه يثير الكثير من الحقد بتصريحاته ولا يقدم أي حل. يتصدر حزب الحرية، الحزب الذي يتزعمه جيرت فيلدرس، نتائج استطلاعات الرأي حول نوايا التصويت في الانتخابات التشريعية المقررة في شهر مارس آذار المقبل، لكن في حال فوزه لن يتمكن من تشكيل ائتلاف حكومي، فأغلب الأحزاب السياسية ترفض التعامل معه.